يا مساء السعادة والسكر الزيادة على عيونك يا ست الكل. أهلا وسهلا بيكي على قناة حلاوة أكلنا. لو أول مرة تشوفيني أنا اسمي ندى الحديدي. النهاردة زي ما انتم شايفين هنعمل الفايش الصعيدي بطريقة بسيطة، بطريقة سهلة خالص علشان خاطر تقدري تعمليه في أي وقت انت عايزاه. طبعا حبايبنا الصعايدة بيعملوه بطريقة تانية خالص، بس أنا حبيت أعمله بطريقة بسيطة عشان أي حد عايز يعمله يعرف يعمله. عندي هنا نص كوباية من الدقيق المنخول الأبيض، وعندي هنا معلقتين كبار من السكر، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من الخميرة. هنحطهم على الدقيق وهنبتدي ان احنا ندخل كل المواد الجافة دي مع الدقيق زي ما انتم شايفين. هنقلبهم كويس. اكون بقى بعد كده محضرة كوباية ونص من المية الدافية زي ما انتم شايفين كده، وهنزل عليها بمعلقة كبيرة من الكركم. مش عايزة تستعملي الكركم ممكن تستعملي لون طعام عادي خالص، بس الكركم طبعا ليه فوائد كتير فنستغل ان هو هيدينا لون وهيدينا فوائد كمان. هبتدي ان انا اقلب الكركم زي ما انتم شايفين لغايه ما يدوب في الميه خالص، وبعد كده اكون محضره نص كوبايه من الزبده او السمنه البلدي او الزيت المتوفر عندك يا ست الكل استعمليه. وبعد كده هنحط عليها نص الكميه اللي هي الميه الدافيه مع الكركم، وهنبتدي ان احنا نقلب. احتاجت تاني هنحط لها، ما احتاجتش يبقى زي الفل كده تمام. طبعا بالنسبه للمعلقه ما بتنجزش معايا زي ما انتم عارفين، واي واحده بتعجن تحب جدا تعجن بايديها. فانا دلوقتي هشيل المعلقه الجميله دي وابتدي ان انا اعجن بايدي بس كده. هو ده المفروض اي حد يعمله. ما نقعدش بقى بالمعلقه ونجيبها يمين وشمال، والله لو عملتي اللالي عمرها ما تتعجن. فبايديك الحلوين دول يا ست الكل، وتبتدي تعجني العجينه بتاعتك زي ما انتم شايفين كده لغايه لما هتلاقيها تفك من ايديكي، وبعد كده هتلاقيها ناعمه خالص وحلوه وتبقى عجينه طريه زي ما انتم شايفين. هبتدي ان انا اغطيها وهسيبها لغايه اما تخمر. ممكن حضرتك لو انت مستعجله تفتحي الفرن ويعني تسخنيه شويه بسيط كده، وبعد كده تقفليه خالص النار وتحطيها في الفرن تتخمر. لو مش مستعجله وفي الحر اللي احنا فيه ده تقريبا ربع ساعه او ربع ساعه وشويه وهتلاقيها اتخمرت. هسيبها تتخمر وهرجع على طول زي ما انتم شايفين اتخمرت وبقت زي الفل زي ما انتم شايفين كده اهو، عليت وتضاعف حجمها. هو ده المطلوب. هبتدي دلوقتي ان انا هشتغل بقى في العجينه بتاعتنا. طبعا لو انت عايزاها صيامي ما تستعمليش ولا زبده ولا سمنه بلدي، هتستعملي زيت. وبرده بدل الميه لو انت عايزه تعمليها باللبن اعمليها باللبن، بس لو صيامي هتبقى بالميه زي ما احنا عاملينها كده. تمام كده تمام. دلوقتي هاخد نص العجينه اللي عندي وهبل كده منديل بشويه زيت، وهبتدي ان انا ادهن الرخامه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي ان انا افرد العجينه عليها. هتفرديها مدوره؟ لا، هتفرديها على شكل مستطيل، يعني على قد ما تقدري افرديها على شكل مستطيل. انا مش هقولك امسكي كده المسطره والقلم وتعملي لي مستطيل يعني مظبوط، لا، على قد ما تقدري. زي ما انتم شايفين كده كمان دهنت المردانه بتاعتي بالزيت عشان ما تلزقش وتكون الموضوع سلس كده معايا وسهل. ادينا اهو عملتها على شكل مطول، وهبتدي ان انا ابتدي الفها زي ما انتم شايفين كده بالطرف الطويل، وكل ما الف حته ابتدي ان انا امسكها في العجينه من تحت عشان تبقى مظبوطه. طبعا الفايش الصعيدي ليه مراحل تانية خالص، يعني في الاول بيعملوا الخميره بتاعته اللي هو مثلا فول مدشوش مطحون او حمص مطحون، ويحطوا عليه اللبن ويسيبوه تاني يوم في حته ما يكونش فيها نور خالص لغايه ما يتخمر، وتاني يوم بقى بيحطوا عليه كيلو يعني كوبايه دقيق، وبعد كده بيعجنوه تاني يعني موال كبير كده. فانا حبيت ان انا ابسط لكم الموضوع شويه ويكون سهل زي ما انتم شايفين كده، وبيطلع تقريبا نفس النتيجه. هبتدي بقى اخر حته ان انا امسكها كويس في العجينه علشان ما تفكش مني لما تيجي تستوي او لما تيجي تتخمر. حلو كده حلو كده. مسكنا العجينه كويس، واهم حاجه اللي انتي قافله او الناحيه اللي انتي قافله منها دي هي اللي هتبقى تحت في الصينيه. تمام كده تمام. هجيب صينيه اكون دهنها برده بشويه زيت صغيرين خالص، هاخد الحلوه دي واحطها في الصينيه. وطبعا عشان ما اطولش عليكي الفيديو تزهقي مني انا هعمل التانيه لوحدي كده في الخباثه. تمام كده تمام. عملنا التانية الحلوة، وبعد كده هناخد الحلوين دول ونحطهم في الفرن. الفرن بتاعك يا ست الكل يكون سخن جامد، ويكون درجة الحرارة عالية مش واطية. هتحطيهم في الفرن تقريبا ياخدوا معاكي نص ساعة. المهم قبل ما تحطيهم في الفرن يا ست الكل تسيبيهم يخمروا تاني شوية. طلعت الحلوة من الفرن زي ما انتم شايفين، هتسيبيها تهدى شوية قبل ما تقطعيها. حلو كده حلو. هاخد طبعا واحده منهم دلوقتي وهقطعها معاكم. طبعا السكينه بتاعتي
عشان خاطر ما هياش مشرشره فما قطعتش بسرعه. فانا دلوقتي هشيلها وهجيب المشرشره وهقطع بيها. تمام. لازم تكون السكينه بتاعتك اللي هي مشرشره من تحت دي، بتاعت العيش الفين والحاجات اللي زي دي. اهو زي ما انتم شايفين قطعناها، وزي ما تحسي انها مورقه من جوه كده زي الفايش اللي احنا بنشتريه من بره بالظبط. بعد كده بعد ما اقطعها زي ما انت شايفه هحطها او رصها في صينيه. بصوا شوف شكلها عسل. هاخدها بقى احطها دلوقتي في صينيه، وهتوطي الفرن بتاعك شمعه، وهتحطيه وتسيبيه لغايه لما يتحمص مش يتحرق. تمام يا بنات. اصل في ناس بيحطوه لغايه لما ياخد لون غامق قوي، وبتحسي ان هو مش محمص محروق كده. لا، احنا عايزينه يتحمص زي ما انتم شايفين كده، واخد لون حلو وذهبي جميل، وفي نفس الوقت تاكليه هتلاقيه مقرمش وحلو. انا كده الفيديو بتاعي خلص. يا رب يا رب تكون الوصفه بتاعتي بسيطه وسهله، وتكون نالت رضاكم. ولو نالت رضاكم ما تنسوش تشتركوا عندي في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. اشوفكم المره الجايه على خير في وصفه جديده من وصفات حلاوه اكلنا مع ندى الحديدي. هسيبكم انا بقى وهروح اخد واحده كده في الخبيثه واسقطها في الشاي واكلها. اشوفكم المره الجايه على خير ان شاء الله. بس اوعي تنسى اللايك والاشتراك. حفظ الله ورعايته. مع السلامه.